السلام عليكم، معكم احمد الشيخ مؤسس جروب فوتوخانه للتصوير الفوتوغرافي على الفيسبوك. اكتر حاجه بحب اصورها هي تصوير الماكرو، والفيديو ده انا عامله عشان خاطر في ظاهره ابتدت تنتشر بشكل كبير الفتره اللي فاتت ما بين مصورين الماكرو، وهي ان اي حد بيحب يصور حاجه بتكبير عالي بياخد الحشرات يقتلها او يجمدها لحد ما تموت بالبطيء، وبعدين يبتدي يصورها زي ما هو عايز. وصل الامر لاختراع طرق للقتل بدون ما تضيع لمعة العين بتاعه الحشره، واللي بتقلل من جمال الصوره بشكل كبير. يعني بيقتل بس عشان يصور، وبيتفنن في القتل عشان كده، وده طبعا شيء غير مقبول لاي حد. ببساطه، وعشان تصور اي كائن لازم تبتدي تراقبه شويه، تراقب سلوكه قبل ما تصوره، عشان تعرف بيهدى امتى وبياخد الوضعيات اللي انت عايز تصورها امتى، وهتصور منه ايه بالظبط. الحشرة اللي قدام حضراتكم دي أنا فضلت سايبها شوية في صندوق مفتوح لحد ما اختارت المكان اللي هي واقفة عليه، وطلعت لأعلى نقطة وفضلت ثابتة. زي ما انتم شايفين دلوقتي فضلت ثابتة في مكانها كده بس بتحرك رجليها. وفضلت أصور فيها لحد ما زهقت، وبعدين خرجتها، طيرتها في المكان بتاعها، يعني خدتها صورتها ورجعتها مكانها تاني. ده الأسلوب اللي بتبعه في أغلب الصور اللي بصورها. دلوقتي تعالوا نشوف جودة الصور اللي طلعت، عشان نشوف قدرنا نوصل لجودة عاملة ازاي من حشرة صحية. لو عايزين تشوفوا صور أكتر ممكن تشوفوا الصفحة اللي موجودة في الديسكريبشن، او تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب ان شاء الله، وتستنوا الفيديوهات اللي جايه. شكرا لحضراتكم.